السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي، حياكم الله أينما كنتم. نحن اليوم الجمعة 15 فبراير 2019، وهذا حديثي إليكم في إطار برنامجنا الأسبوعي رأيي فيما يحدث. رأيي فيما يحدث من تطورات على الساحة الجزائرية أساساً. هذه المرة أيضاً هذا الحديث سيتركز أساساً على ما يسمى بالانتخابات الرئاسية، أو خلينا نسميها بعبارة أدق مهزلة الرئاسيات أو مسخرة الرئاسيات. مسخرة حقيقية أمام العالم وأمام الداخل، أمام الصديق وأمام العدو حقيقة. قبل أن أبدأ في ذلك، صراحة كنت قد سمعت خبر بالأمس آلمني كثيرا، ووددت أنه حتى يسمع به الناس، لأنه لم يسمع به إلا قليلين جدا، وهو يتعلق بموت نفس، موت إنسان، موت جزائري عسكري أقدم على إشعال النار في نفسه. لم تسمعوا الخبر، لا أعتقد أن أحد سمع منكم سمع الخبر ما عدا الذين يقيمون في الحي وربما أقارب هذا الرجل الذي ندعو له بالرحمة إن شاء الله. كتب لي صديقي وهو مقرب من العائلة، يقول: أقدم صبيحة اليوم فرد عسكري تابع للحرس الجمهوري برتبة مساعد أول متقاعد على إضرام النار في نفسه، وذلك بعد قيام قوات الدرك الوطني باقتحام الحي العسكري بزرالدا. الحي العسكري بزرالدا بغية إخراجه من المسكن الوظيفي. ويأتي هذا الحدث أو هذا الحادث بعد تكرار التهديدات بخصوص إخراج المتقاعدين من السكنات الوظيفية، وقيام قوات الدرك بتجسيد تلك التهديدات واقتحام الحي بهدف تشميع سكنات بعض المتقاعدين الذين لا يزالون يشغلونها. وتشير المعلومات إلى أن الضحية قد فارق الحياة منذ لحظات قليلة في مستشفى عين النعج العسكري الذي تم تحويله إليه من طرف مستشفى الدويرة. أخونا هذا المساعد أدجيدون في الحرس الجمهوري، متقاعد أول، أدجيدون شاف، أدجيدون شاف. والمعلومات التي أضافها لي هذا الأخ أن لديه أطفال بما فيهم أطفال صغار، يبدو أنه تزوج على كبر وترك أطفال صغار في الابتدائي، وأحرق نفسه لأنهم كانوا هدوا عدة مرات بأنهم سيرمونه في الشارع، وجاءوا بالفعل يوم الخميس أي أمس جاءوا بقوة عمومية لحمل الأثاث وحمل كل شيء على الساعة 9:30 بالضبط، وبدأوا في إخراج الأثاث. فهو كان شرب الليسانس ثم رش ليسانس على روحه وأحرق نفسه في حالة من اليأس الكامل. هذا الرجل خدم ما يقارب من 30 سنة في الجيش الجزائري، ولكنه بعد عمر طويل وبدون سكن وبدون أي شيء ومع أسرة يتم إخراجه أو محاولة إخراجه بهذه. وهذه حدثت لآخرين مثله من قبل، فيهم اللي أصيب بالقلب، فيهم اللي أصيب بالسكر، فيهم اللي أصيب في حالة في رأسه، فيهم اللي أصيب بكثيرين، خاصة في هذا الحي بالذات. القضية هذه سأعود إليها في نهاية الحديث حينما أخاطب إخواني في القوات المسلحة، لكن بالفعل تألمت للموضوع أيما ألم حينما تشعر أنه حينما يقتل الإنسان نفسه فهذا هو اليأس المطلق، يأس من الحياة ويأس من مخرج ويأس من النظام ويأس من الدولة ومن الشعب ومن الناس ومن الأسرة، يأس كامل. وهذه حدثت لكثيرين إخواني على كل حال، لكني دعوني أدخل في الموضوع مباشرة حتى لا أطيل عليكم.
وموضوعنا هو كما قلت هو هذه المهزلة الحقيقية التي يذهبون بها البلاد. عهدة خامسة لمن؟ عهدة خامسة لمن؟ لشخص كان آخر خطاب له هو خطاب طاب جنان 8 مايو 2012، لشخص لم يستطع أن يقرأ 90 كلمة من القسم الدستوري، لشخص لم يخرج للخارج إلا محمولا على 4 في طائرة تحولت إلى أنها أصبحت طائرة طبية، الطائرة الرئاسية أصبحت طائرة طبية لكي يذهبوا به إلى جنيف أو إلى غرنوبل أو إلى هنا أو هناك ويأتون به. لشخص منتهي حكم 20 سنة، بعثر 1200 مليار دولار تبني دولة أخرى تماما، لشخص لم يسمع له الناس همسا. تحديتهم عدة مرات وقلت أتحداكم، وقلت قد أنتهي تماما وأتوقف تماما عن مقاومة هذه العصابات إذا خرج، وقلت هذا الكلام قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، إذا خرج وقال السلام عليكم ورحمة الله، ثم بعد أيام أو بعد أسابيع نقصت، قلت ماهيش قلت 4 كلمات، لا خلونا نروحوا لها كلمتين، قلنا فقط السلام عليكم، أو قلنا صباح الخير، أو قلنا الزلف اللون، أو قلنا مساء الخير، قلنا أي شيء في كلمتين فقط، كلمتين لا يستطيع أن يقولها. من؟ شخص أعطاوه كي تقرأ صلاحيات الرئيس في الدستور، عدلوا عدة مرات، كي تقرأ الصلاحيات الإمبراطورية يعني ما فيش تستطيع أن لا تجد هذه الصلاحيات إلا عند الملكيات المطلقة، إلا عند أمثال بن سلمان السفيه في السعودية، أو سفهاء الإمارات، أو سفهاء البحرين، أو أذكر ما شئت من الملكيات المطلقة في هذه الإقطاعيات العربية. شخص أراد السلطة، كل السلطة ولوحده فقط، فإذا به ينتهي مقعد منتهي يعبث به أشقاء ويعبث به جنرالات من وراء الستار، وها هم يذهبون به إلى عهدة خامسة، وأنا على يقين مطلق أنه لا يعرف أين يوجد، فحينما تراه في وجهه تعرف أنه في عالم آخر ليس عالم الناس. مع ذلك طلعت 3 تصريحات، خليني نقول لكم عليها بسرعة. تصريح من صاحب المهمات القذرة أو يحيى يقول فيها الشعب فرحان، الشعب فرحان بترشح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسة، وأضاف ولكن عبد العزيز بوتفليقة لن يقوم بأي حملة انتخابية، لن يقوم بحملة انتخابية. ثم جاء من بعده سفيه آخر ومدلس آخر ومخادع آخر قضى أكثر من 15 سنة وهو يكذب على الناس، خاصة على أسر المخطوفين، في حديث المصالحات الكاذبة قسنطيني هذا، وقال إن الرئيس ليس بحاجة لأن يقوم بالقسم الدستوري. 90 كلمة للمرة الماضية لم يكملها وتبعثر فيها ولم نفهم منها شيء، هذه المرة قسنطيني يأتيه بمخرج قانوني. لست بحاجة يا سيدي، ليس بحاجة أصلا. ثم اليوم أخبار تقول طلع لنا المهرج الأعظم، المهرج الأكبر، العابث بلا حدود، سلال، ليقول أنه ما فيش واحد تعارض على ما فيش واحد في العالم اعترض على ترشح بوتفليقة، ما فيش واحد اعترض. هذا هو مربط الفرس اللي كلمتكم عليه الأسابيع الماضية، هذا هو مربط الفرس، درك نرجع له. وأضاف نحن نحتاج، احنا رانا نحتاج نتاع القوة نتاعو والنظرة نتاعو، نحتاج القوة نتاعو والنظرة نتاعو. عاقرت الجزائر، عاقرت الجزائر، أصبحت عاقر، أصبحت بلا رجال وحتى بلا نساء. بوتفليقة ولا ننتهوا نخرج من التاريخ، بوتفليقة يسرطنا الزلزال، بوتفليقة من بعده لا حياة ومن قبله لم تكن. أي عبث مع هذه الجماعة، أي عبث.
لكن استوقفني أكثر ما قاله. طبعا هي كلها تصريحات استفزازية، يعني مزيد من الاستفزاز، مزيد من الاستفزاز لهذا الشعب الغاضب أصلا، المستفز أصلا، ال 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 اللي شعل فيه النيران. يعني كثير من الناس يخشون أنهم قد يفقدون عقولهم في هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وهناك من فقدها. كنت قد حدثتكم من قبل وقلت لكم أن كان فيه صراع شديد لما كنت نقول لكم بالاحتمالات العهدة الخامسة ليست مؤكدة قبل شهرين في نهاية نوفمبر، منتصف نوفمبر، ثم طلع علينا عمار غول وقال أننا نذهب للتمديد. ثم بالنسبة للإخوان فقط بين قوسين، الإخوان اللي راهم يحطوا في ما يكرروش من التعليقات، لأن راهو فيه الآن آلة أوتوماتيكية، إذا كررت التعليق أكثر من 5 مرات راح تولي بلوكت، يعني راح يتم منعك للأسف. راهي فيه الآن درنا له سوفت وير، لأن في بعض الناس يدخلوا باش يرموا التعليقات فقط باش يتلفوها للناس من التركيز، بما فيهم اللي يرموا الصور. بالمناسبة إذا رميت أكثر من 5 مرات أو علقت أكثر من 5 مرات قد تجد نفسك قد منعت من التعليق. من فضلكم لا تفعلوها، من فضلكم. إذا قلت قبل 2 أو 3 كنت قلت لكم أنهم لأن كان عندهم مشكلتين، لم يكونوا متفقين ولم يكونوا. الأخ اللي راه يكتب الحرية لإبراهيم خلاص راهو هذا خرج 20 مرة، من فضلك توقف على ملء الموضوع حتى لا يتم توقيفك. إذا قلت كان هذا، كانوا ينتظروا ماذا يقول الأمريكيين والفرنسيين. الأمريكيين التقاوهم هنا والتقاهم في الولايات المتحدة هنا في الجزائر يعني، والفرنسيين كان سعيد ومعها بن علي كما ذكرت لكم هذا أيضا من قبل، وكان في باريس. سلال، وأنا يعجبني لما جابوا سلال صراحة، لأنهم هم يريدون عندما جاءوا بسلال يريدون أن يقولوا أن الشعب الجزائري هذا هو نتاع مهزلة، نتاع تمسخير ونتاع فقاقير وعتاريس وحديث وضامة وكما قال دومينو وقلبي طنجرة، هذاك الكلام السفيه نتاع العبث، نتاع اللي ما يضحكش حتى الأطفال الصغار. لكن هما جابوه لأنه يظنوا باللي هكذا كي يجيبوا سلال راهم يرفعوا المعنويات الجزائريين. هما معتبرين باللي الشعب الجزائري هو شعب سفيه، يتبع غير في الضحك ويتبع غير في الزهو ويتبع غير في الكلام ويتبع غير في النكت والمساخر نتاع سلال واصحابه. كيما يعيشوهم هما انتم تسمعوهم باللي مسؤولين كبار وظنوا حاجه كبيره، كلها نكت، كلها نكت، ونكت احيانا نكت لا راكم الله يعني تحشم تعاودها وتسمعها اصلا، وكلها في نفس الاتجاه، كلها على الدراهم، الاموال، على فلان، على فلتان، ونكت. إذا جابوا سلال، فسلال فضح من حيث لا يدري، من حيث لا يدري فضح نقطة مركزية كنت حكيت لكم عليها وقلت لكم إذا قالوا لهم الأمريكيين إحنا ماناش معترضين سيمضون بالعهدة الخامسة، إذا قالوا لهم أنا موافقين ولا ماناش معترضين. فهو قال اليوم أن ما فيش واحد في العالم قال ما يترشحش بوتفليقة، هذا اللي كان يهمهم، أنه ما يكونش في واحد في العالم يقول أن بوتفليقة ما يترشحش. شكون هو العالم اللي يقصدوه؟ أوغندا، ماليزيا، نيوزيلندا، جزر الوطوات؟ لا، العالم نتاعهم هو فرنسا وأمريكا، هذا هو العالم الأساسي. عندهم الأخرين الروس والصين ما يهمهمش، الروس والصين المهم أعطيهم الفلوس. الروس يبيعوا لنا السلاح ونعطيهم الفلوس بلا حدود، ويكونوا لنا الأشخاص أي تكوين، جنود أي تكوين، الضباط أي تكوين، حتى لو جابوا شهادة دكتوراه. والصينيين هاكم عارفين واش راهم دايرين في البلاد. إذا يبقى اللي عنده القرار، تأثير القرار السياسي، فرنسا أولا وأمريكا ثانيا. الأمريكيين وأنتم ترون ما يحدث في العالم، ترامب عامل فوضى كبرى، أمس عامل فوضى في الشرق الأوسط بما سماه مؤتمر وارسو، واليوم عامل فوضى في الولايات المتحدة، أعلن حالة الطوارئ،
وهناك صدام وصراع يكبر ويكبر كل يوم ما بينه وبين الديمقراطيين، وسندخل عام حاسم في الولايات المتحدة. إذا ترامب لا يهمه حتى لو صارت فوضى في الجزائر، فهذه من تخدمه أصلا، هو يريد نوع من الفوضى. وإذا لم تكن هناك فوضى فهو سيسيطر على البترول وعلى المجال الاستراتيجي وعلى قواعد عسكرية سيأخذها في الأراضي الجزائرية، واسمعوا هذا الكلام جيدا، وعلى جعل الجيش الجزائري ميليشيات تقاتل من أجل تثبيت الاستعمار. لا أدري كم أحد منكم يسمع أو سمع من أن هناك الآن وأنا نتحدث فيكم هناك ضباط وجنود جزائريين من أسلحة مختلفة متواجدين في نيجيريا تحت إدارة أمريكية فرنسية لإجراء ما سموه مناورات مكافحة الإرهاب، هم و10 دول أخرى إفريقية، يعني الدول المستعمرات القديمة لفرنسا ولبريطانيا اللي الآن راهي ترثها الولايات المتحدة، تقوم بمناورات تحت قيادة أسيادهم الأمريكان والفرنسيين. لماذا؟ لمحاربة الإرهاب. ما هو محاربة الإرهاب؟ هو إخضاع الأوطان، تفقير الشعوب، نهب البلدان باسم الحرب على الإرهاب. نفس قصة لا ميسيون سيفيليزاتريس اللي جابوها لنا الفرنسيين قبل 220 عام، نفس القصة، أو قبل حوالي 200 عام، نفس القصة. لكن هذه المرة بدل ما نحن رانا قراصنة ولينا إرهابيين، ويروح يدير لك مجموعة هنا مجموعة لهي، يخلقها يفبركها ويصبح الإرهاب كاين، ويقتل لك واحد هنا يقتل لك واحد لهيه، وهو كاين الإرهاب والله يسهل. إذا جاءهم الضوء الأخضر، إذا ماشيين بالعهدة الخامسة لا نقاش فيها. الآن عندهم مشكل آخر لم يتوقعوا أن تكون هناك نوع من هذا الغضب المتزايد والمشتد والمتصاعد في الجزائر. حدثت مظاهرات في بجاية، في برج بوعريريش، في شلف، في جزء في العاصمة، في تيزي وزو، كتابات حائطية في كل مكان، كتابات حتى على البلديات، صور في كل مكان، احتجاج يكبر ويكبر كل يوم. هذا بدأ يزعجهم، بدل نحي الهبيري، مصطفى الهبيري سكرجي الكوليك، هذا مصطفى الهبيري الكوليك. وبكل أسف إخواني، يعني مش نقولها لكم لأنه أنا على السكرة، من السكرة اللي يسكر ما الله لا يرده بالنسبة لي، ما يعنينيش، لكن حينما تكون مسؤول على بلاد وعلى أمة فكل شغلك الشعب يسال فيه، عملك الخاص والعام الشعب يسال فيه، يعرف واش لازم تدير واش ما لازمش تدير. هذول ماهمش يشربوا الخمر، هذو الكوليك سكرجية. هذا سكرجي هم أطاحوا به الهبيري وقد جاوز 80 سنة، وجاو ببوهدبة، قارة بوهدبة، لعله كشما يعمل نوع من التنظيم داخل الشرطة. هناك الآن داخل الشرطة غضب كبير جدا في حالات معينة وفي أماكن معينة، راهم خايفين من حالة انفلات، من حالة تمرد في بعض المراكز وبعض الثكنات، خايفين من تمرد. فراحوا جابوا لهم هذا بوهدبة. أنا صراحة ما عندي عليه كلام لحد الآن جيد معقول، يعني التقرير الذي وصلني من مصادري الخاصة من أكثر من مصدر يقول أنه بروفيسيونيل وهو شرطي، ولذلك هم حابين الآن يقدموا نوع من الكونسيسيون، يعني نوع من التنازل للشرطة، لأن الشرطة بدأوا يعبروا عن تذمرهم، وبدأت المخابرات الشرطة ومخابرات العسكر تعرف أن الشرطة ربما لن يقوموا بضرب الشعب، أن كثيرين منهم غاضبين أكثر ربما من الناس، وأن هذا الوضع في الدرك مثله في الشرطة. وطبعا إذا رحت لهم الشرطة والدرك وش يبقوا عجزة، تبعت لهم 4 من الناس يسوقوهم كلهم.
عجزة، عبارة عن مجموعة من السكرجية والزنات وكبار السن اللي أصلا فاقدين الارتباط بالواقع. إذن هم عارفين أن العصا الحقيقية هي الشرطة والدرك، ومن ورائها المخابرات والجيش. فهم الآن جابوا هذا بوهدبة. وأنا أقول لك شيء يا بوهدبة، واسمعها مني جيدا: إذا تعاملت مع الشعب الجزائري تعامل بالقانون الحقيقي، بالكرامة، بدون قهر وبدون ضرب وبدون سب وبدون تعذيب كما كان يحدث من قبل، فإن بكل تأكيد سينظر لك الشعب الجزائري حينما يأتي وقت الحساب، وقد اقترب وقت الحساب بإذن الله، سينظر لك بنظرة إيجابية. لكنك يا بوهدبة إذا تعاملت بالعصا وتعاملت بالضرب وبالقهر، فإني أعدك أنت وأمثالك من أنكم ستلاقون مصيرا بائسا، أتمنى أن يكون في العدالة ولا أن يكون في الساحات العامة، لأني أخشى أنه يأتي يوم نحاول باش نسلكوكم من أبناء الشعب في الساحات العامة حيث ستعدمون، قد لا نستطيع ذلك. مع أني والله وأقولها لست حانثا، إنني لأفضل أن يعتقل الظالمون الفاسدون المجرمون الناهبون ويحاكمون محاكمة عادلة أمام قاضي عادل حقيقة. إذن هاي عندك إن كما يقول فترة جراس يا بوهدبة. أقول هذا الكلام لأننا نعرف أن هذا السفيه اللي هو موجود على رأس الدرك سفيه كبير، هذا بالقصير لا يرجى منه شيء، لكن انت سننظر. الآن راهي جاتني من عندكم آلاف الأسئلة في هذا الأسبوع، يعني هذا الأسبوع تضاعف، كانت تجيني 300 رسالة، 350، توصل 400 في اليوم، الآن أصبحت تفوت 700 في اليوم عادي يعني. وبالتالي سأعتذر لإخواني اللي ما يشرح نرد عليهم كلهم، لكني رديت على البعض كتابة وسأرد هنا أيضا، وإن شاء الله إذا كان الوضع يسمح الأحد القادم أيضا سأكون معكم في لقاء مباشر مثل هذا، وربما في الأيام القادمة إذا أيضا سمحت الظروف. لكن قبل أن أرد على بعض الأسئلة وعلى أسئلة مركزية، سأريد أن أقول 3 أشياء إخواني. الشيء الأول: إياكم والسلاح، إياكم والسلاح، إياكم والسلاح، إياكم والسلاح، وأنتم تواجهون هذه العصابات المجرمة. طبعا نحن خطابنا هو الشعب يريد إسقاط العصابات وليس إسقاط النظام، لأنه ليس لدينا نظام، إنما لدينا عصابات نهب، عصابات تخريب، تدمير، يطفشوا العقلاء، يطفشوا المثقفين، الأطباء، الأساتذة، الصحفيين، الخبراء، المهندسين، الكل يهرب من الجزائر. إذن لدينا مجموعات إجرام وليس نظام حتى نقول الشعب يريد إسقاط النظام. إذن فشعارنا الأول الشعب يريد إسقاط العصابات. لكن كيف نريد إسقاط العصابات؟ أول شيء يجب علينا أن لا نفكر فيه إطلاقا هو أن نواجه هذه العصابات بالسلاح. أنا أعرف أن هذه الأيام بلغت القلوب الحناجر، وصل الغضب إلى مداه، وصل الشعور بالإهانة إلى حدود قصوى، وصل، ونعرف الشعب الجزائري وأعرف كيف ممكن ينتقل من طرف إلى طرف، بدأ يعلو خطاب السلاح، وتأتيني رسائل مكتوبة وصوتية وأحيانا في التليفونات وأحيانا في الماسنجر. ليس هناك حل مع هؤلاء إلا السلاح. احذروا إخواني، لا تقولوا عني جبان. أنا أقول دائما حينما يكون الغازي الخارجي أجنبي، احتلال أجنبي خارجي، فالسلاح هو الأساس،
وكل طرق المقاومة المشروعة الأخرى. وحينما يكون المجرم داخلي، محلي، احتقلال، عصابات نهب وتخريب، زنات، سكرجية، كذابين وناهبين، فلا يجب أن يكون السلاح موجودا إطلاقا. وهناك هذا تفكيرنا الاستراتيجي اللي هناك 70,000 سبب. السلاح بالنسبة إليهم هو مثل الجيفة بالنسبة للدود، هو مثل الفضلات أعزكم الله بالنسبة للخنازير، لا يعرفون إلا السلاح. وحينها يعيدون تجربة التسعينات ويقتل الجزائريين بعضهم بعض، الجنود والشرطة والدرك وهم أبناء الشعب وجدوا أنفسهم في محرقة يقتلون ويقتلون. الأمر الثاني إخواني، وكل هذه الأمور سأعود لها. الأمر الثاني، إياكم ثم إياكم حينما تخرجوا في مظاهرات سلمية أن تبدأوا بالعدوان على الشرطة وعلى الدرك. لا تفعلوها حتى لو استفزوكم، يبقوا إخوانكم. ثانيا، إياكم ثم إياكم أن يكون من بينكم من يقوم بالتكسير أو التخريب. نحن نريد التغيير، لا نريد التكسير ولا التخريب. إذن القضية واضحة، هم يريدون التخريب والتكسير. نحن نعرف يبعثون بالزاجون بيرتيباتور، بالأجيتاتور، المندسين، ترابل ميكرز، يبعثون بذلك، وهذا معروف وليس جديد عليهم وقد فعلوه من قبل. ما تعطوهمش الفرصة. الناس اللي تنظم المظاهرة سواء كان يوم 22 القادم، وأنا أدعمها، لكن أنا لست موجود في قيادتها ولا أعرف حتى ما هي قيادتها، ولكن من حيث المبدأ سندعمها بشروط هذه: أن يكون التظاهر سلمي، ألا تتركوا من يقوم بالتكسير وبالتخريب، ألا تعتدوا على الشرطة والدرك وأجهزة الأمن. فقط في حالة الدفاع عن النفس تجبد روحك، تبعد، تهرب، لا تعتدي ولا تعتمد، لا تستعمل لا أسلحة ولا أي شيء آخر. ها أخواننا الجنود والدرك والمخابرات راهم منا ونحن منهم. حينما يرون أن تعاملكم معهم تعامل راقي ورفيع، في أنفسهم سيشعرون بالخزي والعار. وقد نجد ربما من أمثالهم من ينضم إليكم، كما انضم بوليس الفرنسيس مع لي جيلي جون. بوليس الفرنسيس بالرغم من لي جيلي جون كانوا دخلوا معهم كثير، اللي كسروا وحرقوا باريس وانتم شفتوا في الأسابيع الماضية، لكن مع ذلك كثير من شرطة باريس وضعت، ولعلكم شفتوا الفيديوهات. وقبل هذا شفناها في أوكرانيا، كتائب كاملة نتاع شرطة ونتاع درك تنزع خوذاتها وترمي أسلحتها وتقول لن نضرب شعبنا. إذن إخواني، خلوا الشرطة والدرك يكونون معكم لا ضدكم، وإذا بدأوكم هم بالضرب فأنتم حاولوا أن تبتعدوا عن الضرب في الحدود المعقولة، وأن لا تدخلوا معهم في السب وفي الحجر هذا يخرب المظاهرات، وهذا ما تريده عصابة السراق التي تحكمنا اليوم. شعارنا دائما ترحلوا، يعني ترحلوا سلما وسترحلون سلما. لن نقول لكم حربا، لأن كما قلنا لن نحمل السلاح ضد أبناء الشعب، ولن ندعو له أبدا إلا في حالات الدفاع النفسي، إذا ما جاءت ظروف أخرى في أوضاع أخرى. علينا نتعلم من التجارب إخواني، علينا نتعلم من التجارب. تجربتنا الجزائرية 200,000، أكثر من 200,000 قتيل. تجربة سوريا اليوم ما يقارب من 1,000,000 قتيل، لأن العصابة الحاكمة أقنعت الغاضبين، وكثير منهم كانوا صادقين، بأن حمل السلاح هو المخرج والحل. تجربتنا، عمري 55 سنة الآن، وقد قضيت منها 27 سنة أو منذ الانقلاب وأنا أعاين، بل منذ 88، يعني أكثر من 30 سنة وأنا أعاين كل التجارب وكل الأوضاع وكل الحالات. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا إخواني،
إياكم وإياكم وإياكم والمخذلين، إياكم وإياكم وإياكم والخضوع، إياكم وإياكم والفكر المدخلي، مش فكر المخابرات، لحى المخابرات. هؤلاء صنعوا في مخابرات السعودية. دعوني نحكي لكم الآن بين قوسين بالرغم أن الوقت يمر، قصة باختصار شديد على المدخلية وارتباطها بالمخابرات السعودية والمخابرات الجزائرية الآن، والآن أصبحوا مرتبطين بكل مخابرات الدنيا. في 2007-2008 تقريبا قال لنا أحد الأصدقاء، وهو دكتور خليجي أستاذ جامعي، كان قد قدم دكتوراه في التسعينات على الثورة الجزائرية، فكان يعرفونه في الجزائر وكان يحب الجزائر حبا جما. هذا الرجل رجل فاضل. قال لنا أن المخابرات الجزائرية اتصلت به وقالت له نريد مساعدتك، لأن فيه ما زالت مجموعة اللي هي مجموعة درودكال، ما زالت في الجبل، هذه مجموعة إرهابية نريد إنزالها. لكن الرجل يعرفنا أنا وإخواني، يومها كنا في منظمة الكرامة وكنا أنشأنا رشاد في أيامه الأولى. قلنا له لا تذهب يا فلان، يوما ما سأذكر اسمه، قلنا له لا تذهب يا فلان، فهؤلاء ما يريدونك، وبالتالي جماعة درودكال ليست في أيديهم، يريدون إنزالها لكي يتحركوا المجموعات الأخرى، تصبح كلها المجموعات الإسلامية التابعة للمخابرات، لديهم مجموعة واحدة خارجة من أيديهم الآن، فهم يريدون إقصاء هذه المجموعة لكي يعبثوا كما يشاءون ويقومون بالعمليات متى شاءوا، وبالذبح متى شاءوا، وبالخطف متى شاءوا، وبالاغتصاب متى شاءوا، وينسبونها إلى جماعات إسلامية، وهي في الحقيقة جماعات مخابرات مزورة فابريكي. هناك جماعة واحدة خارجة عليها يريدون تحييدها. قلنا له لو كان تحييد هذه جماعة الدرودكال كان من أجل مصلحة الجزائر كانوا يحيدوا حتى هم مجموعاتهم وينهوا العنف تماما، لكنهم لا، هم يريدون تحييدها لمصلحة خاصة بهم. المهم لم يستمع لنا هذا الأخ الفاضل وذهب. وحين ذهب بعد 2 أو 3 من استشارتنا ذهب سرا لم يخبرنا. بعد حوالي 4 أشهر عاد وأخبرنا وقال أنا شديد الاعتذار وأنا مستعد وأنا أفعل في ما تريدون وأنا حقكم على راسي قلنا له لماذا؟ قال لأني ذهبت. قلنا له خلاص ما دام الآن ذهبت احكي لنا ما جرى. من بين ما حكى لنا، القصة شوية طويلة سأكتفي فقط بما يهمنا هنا، قال أنه الذي كان على تواصل معه هو لواء في المخابرات، هو عميد في المخابرات، الجنرال عميد في المخابرات، هو الذي استقبله وكان على اتصالات معه. قال أول شيء فاجأني أنه كان يدخل العربية إتقانا جيدا وكان يتحدث نوع من الخطاب الإسلامي. قال ففرحت، قلت هذا ممكن يسهل لنا المهمة يعني. قال لكن لما وصلت إلى الجزائر أنا وصاحبي كان راح معه زميله مساعده، قال وضعونا في فندق كبير، فندق 5 نجوم، أكل شرب سويت إلى آخره، ثم قال لي سأعود لك. قال بعدين 4 ساعات أو 6 ساعات بعد السفر وصل وجاء إلي لندردش ماذا نقول وكيف نبدأ إلى آخره. قال فبدأنا بأحاديث، بدأتنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت أنه هذا الحديث ربما استخدام هذا الحديث أو ذاك، هذه الآية أو تلك، حتى نقنع هذه الجماعة. قال ما كنت أقول حديث نبوي إلا ويضيف عليه 10 أحاديث مساوية أو مشابهة وبالتخريج، يعني عن فلان الفلاني عن فلان الفلاني وقالها فلان الفلاني رواه فلان الفلاني في موطأ مالك، في كتاب الإمام أحمد، فكانت روايات. فقال صراحة أفزعني علمه. قال فقلت له أنت تعرف في الدين أحسن مني. قال فتبسم، قال له بربك قل لي كيف عرفت كل هذا؟ أنت ضبط مخابرات جزائري، من أين لك أن تفهم هذه التفصيلات في الدين؟ وهذا الموضوع معقد وليس سهل إلى آخره. قال له اسمع، قال له سأقولها لك باختصار. نحن قبل 10 سنوات في منتصف التسعينات أرسلتنا الدولة الجزائرية باتفاق مع محمد بن نايف. محمد بن نايف هذا الذي تم إسقاطه قبل 1.5 سنة من طرف بن سلمان، كان هو ولي العهد السعودي.
قال يومها كان هو نائب وزير الداخلية، وزير الداخلية كان والده المقبور نايف. قال بعثوا منا فصيلة حوالي 30 شخص ضباط. قال كان دورنا هو أن نتعلم كيف نجادل بالدين، وكيف نقنع بالدين وبالأحاديث وبالتفصيلات أي متكلم. فقال أنا شخصيا قضيت 3 سنوات أدخل وأخرج على هيئة كبار العلماء، فيها ابن باز وفيها الألباني وفي مجموعة من الأسماء أنذاك لا أذكرهم كلهم، ربما حتى ابن عثيمين. قال له كنت أتغدى حينا عند هذا وفي المساء أتعشى عند ذاك، وندخل ونخرج إلى آخره. قال له فأصبحت بينهم وكأني أحد تلاميذهم، بل كنت تلميذ مقرب منهم. وكذلك كان مجموعة من الضباط الجزائريين معي، ولم نكن لوحدنا. قال له كان معنا ضباط سوريين وضباط مصريين وضباط يعني من عدة دول، لكن الجزائريين أعطيت لهم أهمية خاصة لأننا كنا نخوض معركة مع الإرهاب. هذا العميد، واعتقد أنه أصبح لواء بعدها ب4 سنوات أو 5، وضباط أمثاله هم الذين يشرفون على المداخل في الجزائر. وهذا هو مربط الفرس الذي أردت أن أصل إليه. المدخلية في الجزائر هي مجموعات من مشايخ أرادوا الدنيا فأعطتها المخابرات السعودية والمخابرات الجزائرية، وهم جبناء يقدسون الطاغية يقدسون الحاكم. قال لك ولو زنى 30 دقيقة في التلفزيون، نصف ساعة، وانت تشوف الحاكم يزني علنا وانت تشوف فيه، فعليك أن تسمع وتطيع. ولو شرب الخمر ولو خان. وقال أحدهما يجوز له قتل الثلثين لإصلاح الثلث. هذه هي فقه السعودية وفقه المداخلة، ولذلك ينتشرون هذه الأيام كالذباب كالجراد، يملؤون الانترنت خداعا وكذبا باسم الإسلام. إياكم وإياكم فاحذروهم، فهؤلاء هم الجامية. هؤلاء باعوا دينهم من أجل دنيا الملوك، وفيهم أقوال وأحكام وكتب وكثير من الأشياء. احذروهم، لأنهم هؤلاء هم عارضوا مرسي في مصر، ولكنهم يساندون اليوم أجرم المجرمين. السيسي قالت المتظاهرين في الساحات العامة، ومن أيضا، ويدعمون مقتل اليمنيين بلا حدود، ميليشيات تابعة للإمارات والسعودية. ومن أيضا يدعمون المجرم حفتر بلا حدود، هذا اللي هدد الجزائر قبل أسابيع، ويقتلون كل مسلم عاقل ويقدسون كل طاغية ظالم خائن ومجرم. فإياكم فاحذروهم، فإن الجزائريين قد يخدعون بالدين، وإن إن شاء الله هذه المرة لن نخدع. وبالمناسبة يا إخواني، حينما تجدون كل كلامهم أبعثوه لي، سأبعثه لمن يعرف أن يرد عليه، أو نرد عليه أنا مباشرة. أنا أستطيع أن أرد عليه، لكن ربما قد ليس لدي العباءة الدينية، فقد يتحفظ بعض الناس. نبعثها لمن لديهم العباءة الدينية. عودة إلى ما كنا نتحدث عليه. أهم شيء مسخرة انتخابات نحن نعرف نتائجها المحسومة سلفا. لذلك إخوان، بالنسبة لإخوان اللي راهم ما زالوا في الساحة وحابين يترشحوا، أعلموا باليوم 3 مارس سيقسمونهم وسيوقفونهم، لأن دستور العصابة لا يسمح كما يقولون لمن لم يقم 10 سنوات في البلاد بأن يترشح. باختصار بسيط. إذن إلى أين نحن ذاهبون؟ نحن ذاهبون إلى حالة من الحالات، وهنا أجيب على بعض الأسئلة التي وصلتني حتى أربط المواضيع ببعضها البعض. سؤال: ما رأيك في الأرانب التي تسابق على الرئاسيات؟ كيف أنهم لا يعلمون أن ما يصبون إليه ضرب من المستحيل؟ وهل هم محدودي الفكر مثلا إن المشهد السياسي مقصود بكل المترشحين، وهل يتم ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ شوف إخواني، حتى نكون عادلين مع الناس، هناك من إخواننا، خلونا دائما نسبق نية الحسنة، هناك من إخواننا ربما من يريد أن ينشر الوعي، خلوهم ينشروا الوعي.
هم عارفين باللي في 3 مارس يوقفوه. خليهم ينشروا الوعي، خليهم يهاجموا النظام ان شاء الله، بس يهاجموا هذه العصابه يعني، ما يقولوش يهاجموا في اخرين. خلوهم يركزوا، خلوهم يوعوا شويه، خليهم يرفعوا المستوى. معليش، حتى وان كان رايي انا قلته في البدايه وما زال هو، فالاصل هذا خطا. فالاصل هذا خطا، لانه باختصار بسيط هذه لعبه يريدها النظام، يريد ان يخلق عرس كما يقول المهرج الأكبر. سؤال آخر أتمنى أن تجيب على هذا السؤال: كيف ستتعامل السلطة مع المتظاهرين؟ السلطة تتعامل مع المتظاهرين حسب إرادة المتظاهرين. إذا كانت إرادة قوية، إذا كانت مظاهرات منظمة، إذا كانت لها قيادة، إذا كان الناس يرفعون شعارات واضحة، إذا كان الناس يتقربون من إخوانهم من الشرطة ومن الدرك في هذه الظروف، فإنكم قد تستطيعون قلب الأوضاع، وقد يلتحق بكم حتى الشرطة والدرك. كونوا يا إخوان، كونوا أنتم لهم، ابدأوهم بالحسنى وقولوا لهم الحسنى، وخلوهم هم يبدأوا بالخشنة. حينما يبدأوا بالخشنة فالقضية قضية أخرى. نحن سنفترض في إخواننا في الشرطة، وأنا سأقول لهم كلمة أخيرة قبل أن أنتهي، سنفترض فيهم حسن النية والخير. لا تخريب لا تكسير، نحن نريد التغيير، هذه مليحة، لكنهم يريدون التخريب والتكسير لأنهم يخشون التغيير. معادلة صعبة الحل. بالفعل صدقت، سيذهبون إلى التكسير، سيذهبون إلى التخريب، إلى النهب، ويظهرون في قنواتهم البشعة. قنواتهم ستزداد بشاعة، وقناة العار ستكون على رأس البشاعة ورأس الكذب ورأس الخداع ورأس المكر. تلك ليس قناة إعلامية، تلك ليست قناة إعلامية. إذن سيحاولون كل شيء، نحن لا نعطيهم الفرصة. أنتم عندكم الآن حاجة ما كانتش موجودة قبل سنوات، الكاميرات، تستطيع أن تصور على المباشر، اللي تشوفه يخرب صور، ابعث على الانترنت على المباشر، خذ الصور، ابعثوا لنا الصور، سننشرها في كل مكان. اللي تشوفه يخرب، تشوفه يدمر، تشوفه يكسر، صوروا. إذا كان من الشعب سنقول له لا تفعل مرة أخرى، إذا تأكدنا أنه من الشعب. إذا تأكدنا أنه من المندسين، من البلطجية، من المجرمين الذين سيدفعون لهم المال، من عناصر المخابرات، فسنفضحهم على مستوى العالم أجمع. إذن أكبر سلاح سيكون في يديكم هو تليفون موبايل، تليفون جوال. هذا هو واحد من أكبر الأسلحة اللي تواجهوا بها. من بين الأسلحة أيضا اللي تواجهوا فيها هو أنكم يكون نوع من الترصد، يكون نوع من الاتباع، نوع من الفهم، من هو من، أين، ما هي العناصر الدخيلة إذا كنتم ما تعرفوهمش، خاصة في المدن الصغيرة وفي البلدات الصغيرة، الناس يعرفوا بعضها. هذه تفاصيل سنعود لها بإذن الله. صدقوني في بداية شهر أبريل سيقوم الوزير الأول بإعلان انسحاب بوتفليقة بسبب تدهور حالته أو موته، وسيكون لوالي غدير رئيس الجزائر. لا، حتى في دستورهم إذا مات المترشح الرئيسي، خاصة إذا كان هو الرئيس ما أعتقد، فإنهم يؤجلون الانتخابات، لن يقدموا الغديري ولا غير الغديري. ثم نقول لكم حاجة، شوفوا على موضوع الغديري، ما الغديري أنا قلتها من قبل وسأعيدها، نحن لن ندعمه، ولكنه بما أنه يقول أنه معارض لن نعارضه في الوقت الراهن. أقول جيدا في الوقت الراهن. كنا طرحنا عليهم أسئلة، سمعنا على جزء من الإجابات، لم نسمع الإجابات كاملة، سنرى. لكن الصراع ما بين الغديري ومن وراءه وقايد صالح ومن معه وسعيد بوتفليقة ومن معه وطرطاق ومن معه صراع حقيقي، صراع حقيقي، ليس تلاعب. هذه الأشياء لا يتلاعبون فيها، هذه الأشياء بين الأب والابن لا يتلاعبون فيها. الصراع على السلطة موجود وحقيقي، فما تدخلوش في لعبة المؤامرات وأنهم سيعطون لهذا. لو كان يجي علي الغديري راح يسحق قايد صالح وسعيد وكل من معه،
وربما لسنا ندري من المحيطين به، ربما قد يعيد التوفيق ومن معه. هل هو حل؟ بطبيعة الحال ليس حل. إذا لم يسلم الرئيس القادم السلطة للشعب الجزائري لتقرير مصيره، فأي انتخابات أي واحد سنعارضه وسنعترض عليه. إذن المقياس هو ماذا؟ هو أن يسلم، أن يصبح الشعب الجزائري سيد في وطنه، سيد في بلده، الحاكم خدام عنده، موظف عنده، إذا أحسن يتركه، ينتخبه أو يتركه، يجدد له إذا شاء، وإذا أساء يطيح به ويسقطه. هذا هو العقل وهذا هو الشرع. الذين يريدون أن يقدموا الإسلام على أنه من أين نأتي بالحكام إذا لم يختارهم الأمة أهل البلاد؟ هل يتنزل ملائكة اليوم؟ هل لدينا أنبياء؟ سيأتي ناس ويختارهم الناس. وطبعا راح يطلعوا لك جماعة الديمقراطية كفر. فكروني جماعة الديمقراطية كفر، السفهاء. أنت حزب النور اللي أطلق عليه المصريين سموه بحزب الزور، خنقوا محمد مرسي وإخوانه ومن معه في ذلك الوقت. الديمقراطية كفر. الليبرالية، نحن ضد العلمانية، نحن ضد الليبرالية. جيد يا سيدي. لما كان رئيس إخواني ومسلم حاربتوه بكل الطرق وادعيتم أنكم تحملون شعار الإسلام والإسلام النقي ثم أنتم الآن تحت أقدام، لا أقول السيسي، ولكن آخر ضباط المخابرات، بل أحيانا صف ضباط مخابرات، أزموكم وحطوكم تحت أقدامهم. من لم يشاهد ما حدث في الجزائر في التسعينات فليشاهد ما حدث في مصر. إذا كانوا في الجزائر في بداية التسعينات خرج علينا من يقول رحم الله الدبابة التي حمت الديمقراطية وتحالف معهم وكان ينسب إلى الإخوان، فإن في مصر السلفية المدخلية التي تديرها السعودية هي التي ساهمت في الإطاحة بمرسي وفي تقديم السيسي على أنه وكأنه المهدي المنتظر. هاو فعل فيهم السيسي الأفاعيل. آخر شيء هذا اليومين هو تعديل الدستور باش يبقى حاكم إلى 2036. مبروك على حزب الزور وعلى من أطاحوا بمرسي الذي لم يكمل سنة واحدة. سؤال آخر. في الحقيقة أنا شعور ينتابني أن العصابة ليست بهذا الغباء حتى ترشح بوتاف إلى التي تعرف أن العالم كله رافض له. أرى أن ترشحه جزء لا يتجزأ من خطة حيث يتم ترشيح أحد ولكن غير معروف في الساحة السياسية، لذا يكون الأمر كذا. لا، هو مرشحه بوتفليقة بعد خلافات وخصومات، ولكن بعد أن أخذوا الضوء الأخضر من أمريكا ومن فرنسا. الآن إذا مات لهم يأخروا الانتخابات ويعاودوا يجيبوا واحد آخر. وهم واش راهم معولين يديروا؟ معولين يفوتوه في عهدة خامسة كما قال يحيى بدون حملة انتخابية، وكما قال قسنطيني بدون حلف القسم الدستوري، بمعنى أنه لو كان يموت ما نعرفوش أنه مات. ما نعرفوش. الآن كون يموت ما نعرفوش أنه مات. يقول لك ما يحبش يدير الحملة الانتخابية. تسالوا مع أنها ضد الدستور بالمناسبة. دستورهم هم. إذن هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يكملوا أن ما يموت لهمش من 18 أفريل. بعد 18 أفريل يقومون بتعديل الدستور على السرعة، يعينوا نائب الرئيس. هذا اللي راهم متضاربين عليه. الصراع اللي راه قائم الآن هو من سيكون نائب الرئيس، وهذا اللي كان أجلهم فترة معينة. إذا يعينوا نائب الرئيس وبعدين يحطوه بوتفليقة في الركنة. نهار اللي يحبوا يعلنوا عليه باللي مات هاو مات، وروح ديه في دبابة جا بيها ويروح بيها، عليها يحيى وعليها بها جاء وعليها حيا وبها يروح دبابة يعني. ويأتوك بنائب الرئيس ما انتخبوا للشعب لهم يحزنون، يضعون أي واحد يريدونه. إذا أراد قايد صالح أن يكون هو نائب الرئيس فسيكون، وبالتالي يصبح هو الرئيس. وإذا أراد أن يضع أحد أتباعه واحد أزلامه واحد السفهاء مثله فسيفعل. لكن المهم بالنسبة إليهم أن لا يختار الشعب الجزائري من يحكمه. لا يسمحون بتقرير المصير للشعب الجزائري. تنادون بتقرير المصير للصحراء الغربية.
ولا تسمحون بتقرير المصير ل 42 مليون جزائري؟ يا كذبة، يا مخادعين، يا ماكرين، يا من صرفتم مئات الملايير من الدولارات على العبث وعلى الخصومة مع المغرب. نحن والمغرب شعب واحد. سلطة المغرب لا تهمني، سلطتكم لا تهمني. عبثتم بالمنطقة، كل المنطقة من 75، وانتم تقولوا الشعب الصحراوي يقرر مصيره. خلوا الشعب الجزائري يقرر مصيره. الشعب الجزائري أولى بتقرير مصيره. في سؤال آخر عن المدخلية وكيف هي. هذا الحديث هنا يا إخواني ليس عن المدخلية. أنا لم أتي هنا للحديث عن المداخل والمدخلية. المداخل أنا أعرف أن فيهم بسطاء وأحيانا حتى سذج يتبعون ويقولوا لهم الإمام ابن حنبل وابن تيمية، ما يقولونش حقيقة. يا مداخلا مش راح ندخل في التفاصيل هذه. دائما ردوا لهم حاجة واحدة: لو كان الخروج على الحاكم كفر وخوارج كما تقولون كان يخرج سيدنا الحسين. ما هو سيدنا الحسين خرج على يزيد، ويزيد يومها كان حاكما. من هو سيدنا الحسين؟ سيد شباب أهل الجنة، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، من أعظم الصحابة، تربى في بيت النبوة، بنت فاطمة أعز بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. قتل وهو وأهل بيته وكثير منهم أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا قتل؟ قتل لأنه رفض أن يغتصب حق الأمة في اختيار الحاكم. رفض أن يعين يزيد بن معاوية كخليفة على المسلمين دون أن يختاروا الشعب. مسلمين أهل البلاد. وكذلك قتل عبد الله بن الزبير، مع أن يزيد كان في تلك الفترة ليس لديه مشكلة لا مع العقيدة ولا مع الشريعة ولا مع فتح الأمصار ولا كانت المشكلة كلها صراع على السلطة. فما بالك اليوم أنت اللي عندك أصبحوا لا يعترفون بالعقيدة. كثير منهم الآن لا يعترف بالعقيدة، مش الشريعة فقط. كثير منهم ليس هو الذي يفتح الأمصار. هؤلاء يفتحون أوطاننا وأجواءنا وأراضينا للاستعمار الخارجي. من أين لكم عقول؟ وأنا هنا أتحدث مع بسطاء المدخلية. كفوا عن عبادة الأصنام، فإن الإسلام جاء لتحطيم الأصنام وليس لصناعة أصنام آخرين. وأعظم ما قيل: لا طاعة لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يمكن أن تطيع بشر وأنت تعصي خالق السماوات والأرض وما بينهما، خالق الأكوان، خالق كل البشر، الحاكم والمحكوم. كلمة أخيرة أريد أن أختم بها، وهي لإخواننا في القوات المسلحة. شوفوا يا إخواني، أنتم في القوات المسلحة يقترب عددكم من حوالي 900,000. إذا أضفنا لهم بعض الآخرين قد يصل 1,000,000. الشرطة أكثر من 250,000، درك أكثر من 170,000، الآن وصلوا 180,000. الجيش أكثر من 320,000، وإذا أضفنا له الدرك يصبح 500 وشوية. ناهيك على عناصر المخابرات وعناصر بعض ما كان يسمى بالدفاع الذاتي وإلى آخره. المهم ما بين 900 يقلون قليلا ويزيدون قليلا. إخواني، الأغلبية الغالبة منكم راهي تعاني. أنتم يا أهلنا، يا إخواننا، يا أبنائنا، يا أباءنا في القوات المسلحة، الأغلبية الغالبة منكم راهي تعاني، وتعاني حقيقة. بدأت لكم بقصة المساعد الأول الذي حرق نفسه في زيرالدا، في منطقة سكنية تابعة للجيش، جاءوا لإخراجه ولرميه في الشارع بعد أن أدى خدمة 30 سنة. وراكم شفتوا وش عملوا في إخواننا قدماء الجيش المعطوف